احمد كتفي كتفي مساج مساج، ظهري كله مساج عامل. مساج. شكرا ميرسي. طاطا اعمل لي انا كمان مساج. اعمل لك يا ابني خلي سكودا تعمل لي المساج يا طاطا، وريني. ها يلا سكود سيتس. ايوه مساج. ايوه بصوا فرونت باسنجر ده عشانك. ايوه عايز ايه نوع المساج؟ اعملوا لي سيركل عشان يقعد يلف يلف يلف. سيركل. ايوه تحب اللي يلف ويدور انت؟ ايوه اشتغل. 20 دقيقة كويس ولا عايز اكتر؟ حلو. اوكي. مساج جميل قوي سكودا. قوي قوي احلى قوي من احمد بكتير. شكرا يا سكودا، مساج سكودا. اللي ما عندوش احمد يجيب سكودا. طاطا عايز تعمل انت كمان؟ استنى طبعاً. خلي أنا طاطا عارف. كمان يعمل مساج. اكتيفيشن للباك عشان وانا سايق كده الباك يبقى ايه؟ متأكتف. متأكتف خالص. الله يا سكودا. دلعينا يا سكود. خلاص يا احمد مش محتاجه المساج بتاعك، انا اللي هسوق واقعد قدام. على فين يا سكودا؟ هنروح فين؟ ها عايزين تروحوا فين؟ هنتفسح. المدرسه اليوناني. ايه المدرسة اليوناني؟ في الاهرامات. مصر قولي لي. الجديده مدرستي. احنا في أنا عايزة القاهرة. لا احنا جايين نتفسح مش جايين نستعيد الذكريات. ميموريز. ما نتفسح وميموريز. هوديكوا في كذا مكان يا جماعه. احنا عايزين ميموريز القاهرة مش ميموريز بتاعتك انت. ايوه احنا عايزين نعمل ميموريز لينا بقى. اوكي نتفسح. بس اهم حاجه انا اوكي انا عندي القاهره دي مش بتخلص حاجات حلوه، وانا قلبي بدق بدق بدق. بابا انت عايز تروح فين؟ ها ماما عاوزة تروح فين؟ احمد كده قصر البارون بقى حلو ازاي جددوه. ايوه بص شكله بقى عامل ازاي. ما انت كنت بتروحي المدرسه كنت بتشوفي قصر البارون؟ مش فاكره. انت مش باص المدرسه كان بيعدي من هنا؟ بص كنا بشوف بس انا مش فاكره لو كان طريق المدرسه. بس انا عارفه قصر البارون وكنيسه البازيليك يعني الحاجات دي طبعا انا فاكراها. طب ما طالما انت مش فاكره قصر البارون وقاعده بتقول لنا ذكريات ومدرسه وبوظت لنا عايزه تبوظي لنا تلخبطي لنا اليوم. عارفه كله. بس انا دلوقتي هقول لك كان الطريق كان كده، انا متلخبطه في الطرق ما اعرفش. جماعه احنا دلوقتي وصلنا عند ناحيه قصر البارون، وعايز اقول لكم ان انا اصلا اول مره ادخل ناحيه القصر وماما برضو. انا اول مرة اجي وبابا؟ اول مرة اعرف ايه قصة قصر البارون ده اصلا. طيب يلا بينا. يلا. رنيم حبيبتي انتوا نسيتوني خلاص؟ انت تفرجينا. انا جاي اتفرج على قصر البارون. قصر البارون واحد من أشهر المعالم الغريبة والمميزة في مصر الجديدة. القصر ده اتبنى سنة 1911 تقريبا على ايد البارون إمبان، وده راجل أعمال بلجيكي كان من أهم الناس اللي ساهموا في تأسيس منطقة مصر الجديدة. تصميم القصر متأثر بالهند وعمارة المعابد الآسيوية، وده اللي مخليه مختلف جدا عن أي مبنى تاني موجود في القاهرة. القصر مليان تماثيل وزخارف غريبة، وده خلى حواليه حكايات وأساطير كتير على مر السنين. لكن الحقيقة إن القصر كان مجرد بيت فاخر جدا وتعرض للإهمال لفترة طويلة لحد ما الدولة رممته بالكامل وفتحته للزيارة من جديد. ماما مبسوطة بقصر البارون؟ كله كايرو كده. ماشي. كله بحبه. ايه بابا ايه الحلاوة دي؟ يلا. حلو القصر يا ماما؟ حاسه ان انا صاحبة القصر. ايه عايزة زيه؟ لا بص الباب ده نحاس، تراس هندي، الفن ده. انت عرفت المعلومات دي منين؟ عايز اقول لك على معلومة، هو فعلا المبنى معمول على الطراز الهندي والاسيوي شبه المعابد كده، فانت عندك حق. انا استغربت ان هي عارفة الحاجات دي. احنا طالعين فوق عند ناحية الغرف. النجفة الشريط بتاعها فوق، بس انا عايزة اسأل دي اصلا النجفة بتاعت القصر ولا يعني اللي هو جدد؟ ما هو الحمام الحمام كان بيستحمى فيه اصلا. بصي ده فوسيفساء. ايه؟ فوسيفساء
رنيم عجبك القصر؟ والله عامل لي شقه احسن منه. تعمل لي سلم. عايشك ملكي. انا مش عارف هي ماما ماشيه بتكلم نفسها ولا ماما انت بتكلمي مين؟ حاسس كده ماشيه بتشرحي لحد فانا مستغرب. لا الشغل التماري تفاصيل. الشغل بس حلو قوي على فكره، عجبني قوي بعد ما اتجدد، تحفه. يلا بينا. طيب المهم دلوقتي بقى هنروح فين؟ هنروح فين؟ ها قول يا ماما. مدرسه. لا هنروح الكوربه بقى، نتفسح في الكوربه، عايزين ناكل. جنبها يلا. نفطر بقى نفطر. كان زمان مصر الجديدة معروفة ما كانش فيه شجر غير النوع ده. كله بص شمال يمين كان كلها ما فيش شجر تاني غير النوع ده. كان تخش مصر الجديدة شجر كان بيقابل بعد كده النوع ده. تعرف ان انت وصلت اليوبوليس وبيطلع احمر في السيزون، بيطلع احمر كده. معلومه جميله قوي، شكرا. بص اوكي. دلوقتي دخلنا في حقيبة الذكريات والحكايات. هناخد على فينيا سكودا، هناخد العربية ونروح بقى زي ما قلت لكم على الكوربة. نقعد بقى كده نريح، نفطر، نشرب حاجة، وبعد كده نكمل بقية اليوم. وبكده الفلوج بتاع النهارده يكون خلص. يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش تقولوا لنا ايه اكتر حاجة عجبتكم.